السلام عليكم حبايبي، يا رب دايما تكونوا بألف خير. يلا بينا نفتح الطرد اللي معانا. ان شاء الله حاجة تقدروا تستفادوا منها. وهي دلوقتي بقت مفيدة لكل الناس. تمام. بالنسبة للي مكانهم مساحة البيت صغيرة ومش في الإمكان يجيبوا دواليب كده. معانا الدولاب اللي هو الترند، دولاب التخزين من متجر شوشة ستور. تمام. يلا نشوف طريقة تركيبه. تمام. زي ما انتوا شايفين هو بيبقى متطبق كده، الكرتونة بيبقى فيها 5 وحدات، وبيبقى الدولاب على حسب، فيه منه 3 دور او 3 بوكسات، يعني اللي هو 3 دور و4 و5. تمام. انا كنت جايبة اللي هو ال5، او اللي هو كان جاي لي هدية ال5 يعني. تمام. بنفك طبعا الاطار دوت من البوكس اللي فيه عندنا، اللي فيه بوكس اللي بيبقى فيه الرجول. تمام. على اساس يبقى سهل التنقل. ده بيبقى اللي هو الاولاني، وبعد كده بفك الاطار زي اللي انتوا شايفينه ده من البوكس اللي قبليه. تمام. وبركبه، ده بيبقى سهل يعني كويس قوي ان انا اركب البوكسين في بعض. تمام. زي ما انتوا شايفين. وفي عندنا المقابض ديت. تمام. بقفل الاتنين مع بعض. طبعا لازم الاتنين يتقفلوا كويس قوي، ولو ما اتقفلش اشوف ايه المشكله. ممكن الاطار اللي انا ركبته ما يكونش دخل كويس في البوكس الاولاني. تمام. فانا اتاكد كويس لحد ما عندنا المقابض دي تقفل. عندنا البوكسات دي في منها خامة تقيلة وخامة خفيفة. تمام. هم عاملين كده العروض بتاعتها، وطبعا كل شيء بتمنه. مركب الغطا. تمام. بيتحط على البوكس الاخير، وزي ما انتم شايفين العمق بتاعه ما شاء الله. يعني العمق بتاعه كويس قوي، يعني اللي يشوفه من بعيد كده يقول لا ده العمق بتاعه صغير، انما ما شاء الله هو العمق بتاعه بياخد. تمام. بالاضافه ان هو اساسا بيستحمل لحد وزن 70 كيلو. يعني انتوا لو حطيتوا اي كميات فيه لحد وزن 70 كيلو هتاخد. لكم هنا المساحه بتاعته بتاخد كتب. انا حطيت كميه كتب قد ايه، ولسه برضو المساحه حطيت برضو ملابس. طبعا ده ممكن عايزه تستخدميه في غرفه الولاد، الملابس، للكتب، اي حاجه. هنا حطيته في المطبخ، هستخدمه للتموين بتاع المطبخ، للاجهزه الكهربائيه. ايا كان انا هستخدمه في ايه هيشيل. تمام. وزي ما انتم شايفين حلل، مش هيقول لا، هتحطي حلل هياخد. تمام. ده دولاب لجميع الاستخدامات. تمام. تحطيه في مطبخ، تحطيه في ريسبشن، تحطيه في حمام، تحطيه في غرفة الأولاد، هياخد. نيجي بقى للعيب اللي انا كنت بتكلم فيه. طبعا انا زي ما انتم شايفين الظرف هنا شفافه، وطبعا في ناس بتدخل بيوتنا وساعات ممكن يبصوا لو انا حاطه خزين او اي حاجه، او ايا كان، بالذات لو انا حاطاه في المطبخ. هيشوفوا الحاجه عندي ايا كان الدولاب برصاه. حاطه حاجات ما شاء الله كتيره في الدولاب. مش هيقولوا بقى ما شاء الله ولا كاني ولا ماني، بس عينيهم هتبقى تتدب فيها رصاصه. فعيب الدولاب او دوت هو عيب وميزه. بس انا بالنسبه لي عيب ان هو شفاف، يعني هيبص، يعني هيكشف الحاجه اللي في الدولاب. طبعا انا فكرت في فكره ان انا اجيب الجلاد بتاع الاولاد اللي هو بنغلف بيه الكشاكيل وكده، واحطه اداري بيه البتاع زي ما انتم شايفين كده. طبعا دارالي الضرفه. فدي حاجه سهله اقدر اعالج بيها العيب ده. تمام. طبعا الميزه ان انتوا شايفين اللي جوه الدولاب. انا هنا حطيته في الغرفه بتاع الولاد، قسمته 3. طبعا انا بوريه لكم، يعني انه ممكن يتقسم تحطوه في، يعني تستخدموه ك3، وممكن برضو ان انتوا تستخدموه ك2. تمام. انا هنا حطيته في غرفه الولاد 3. الجزء التاني برضو بوريه لكم ان انا ممكن استخدمه 2. بس للاسف هو الجزء الاخير ده اللي مش هيبقى فيه رف، فانا وفقت له صينيه وحطيتها. تمام. انا بس بقول لكم يعني انا ممكن يبقى كده او كده. تمام. نيجي نتكلم بقى على موضوع غالي ومش غالي في الوقت الحالي اللي احنا فيه. اولا هو السعر مناسب جدا، لان انا كواحده جربت ان انا اشوف الاسعار. لو انا جبت ضرفه واحده، يعني يعني كنت عايزه اجيب ضرفه كده، ضرفه خشب بتتحط جنب دولاب الاولاد. تمام. الضرفه بحوالي 1700. ده تمام، غير بقى الشحن كمان 250 300 جنيه. يبقى ايه، ادي 2000 جنيه، بالاضافه ان الخشب MDF، وما ادراكم بقى من الام دي
اف كمان. هو قدامكم يقولوا ايه ده خشب زانو ومش عارف، ما فيش حاجه النهارده، كله بقى مغشوش في السوق للاسف يعني. انما انتوا قدامكم حاجه واضحه، حاجه بلاستيك قوي، سعره مناسب جدا، بالاضافه ان متجر شوشه ستور بيعمل عروض. فصراحه انتوا بتشتروا منتج واثقين فيه، عارفين انتوا بتجيبوا منين. واهم حاجه قبل ما تستلموا المنتج اتاكدوا من الكرتونه بتاعه متجر شوشه ستور. طبعا الكرتونه واضحه في اول الفيديو. تمام. لحد هنا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه، تدوسوا سبسكرايب او اشتراك، وتفعلوا علامه الجرس وتدوسوا لايك. تمام، واشوفكم على خير ومع السلامه.